ما الذي يرهق العقول ويشغل القلوب؟ تأمل معي يا أخي الحبيب ما الذي يقلق الإنسان في هذه الدنيا أكثر من رزقه ومعاشه. ما الذي يرهق العقول ويشغل القلوب مثل التفكير في الغد؟ من أين نأكل ومن أين نشرب؟ كيف ندفع ديوننا؟ كيف نؤمن مستقبل أولادنا؟ جميع الناس غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم قلوبهم متعلقة بالرزق لأنه عصب الحياة، ولا بقاء بدونه، لأن المعضلة الحقيقية ليست في قلة الرزق بل في ضعف اليقين بمن بيده الرزق. انظر إلى حال البشر، كم من غني بات في ليلة وضحاها فقيرا، وكم من فقير فتح الله عليه من حيث لا يحتسب. والسبب أن الرزق لا يطلب من المخلوق، وإنما يستمد من الخالق الحي الذي لا يموت، الغني الذي لا تنفد خزائنه، ولله المثل الأعلى. ولو أن لك صديقا غنيا كريما لم يرد لك طلبا قط، أليس قلبك يطمئن كلما قصدته؟ لكن ماذا لو مات؟ هنا الكارثة. أما ربك سبحانه ولله المثل الأعلى فهو لا يموت ولا ينقص من خزائنه شيء، بل قال في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فأي يقين بعد هذا نحتاج؟ وأي خوف يبقى في القلب من الفقر أو قلة ذات اليد؟ ثم انظر إلى سر عجيب أخبرنا به نبي الله عز وجل نوح عليه السلام وهو على فراش الموت، وصية الوداع التي لا يقدم فيها إلا أعظم ما عنده، أن الرزق مرتبط بالتسبيح، وأن سبحان الله وبحمده ليست مجرد كلمات على اللسان، بل هي صلاة الكون كله، وهي السر الذي تتنزل به الأرزاق على جميع المخلوقات. وهنا نقف متأملين. إذا كان رزقك بين الكاف والنون، وإذا كان مفتاح خزائن الله عز وجل في لسانك وقلبك بالتسبيح والتحميد، فما الذي يمنعك أن تلزم نفسك بهذا الذكر العظيم؟ فستفتح لك أبواب البركات وتغلق عنك أبواب المخاوف. أيها الأحبة الكرام، من كنوز السنة النبوية ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حضرت نوحا عليه السلام الوفاة دعا ابنه، وفي بعض رواية ابنيه، فقال: إني قاصر عليكما الوصية، أو قاص عليكما الوصية، أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أوصيكما بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع والأرضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، وأوصيكما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكما عن الشرك والكبر. هذا الحديث الجليل يفتح لنا بابا عظيما من أبواب الفهم، ويرسم لنا معالم صافية لطريق العبودية. والشاهد الذي نريد أن نقف عنده اليوم هو قول نوح عليه السلام: أوصيكما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. معنى الوصية بالتسبيح، نوح عليه السلام وهو شيخ المرسلين وأحد أولي العزم من الرسل يوصي بوصية الوداع، فلا يختار إلا ما هو أعظم وأبقى: التوحيد الخالص، ثم التسبيح بحمد الله تبارك وتعالى. وهنا تتجلى لنا حقيقة إيمانية كبرى،
أن التسبيح ليس مجرد ذكر باللسان، بل هو سر الوجود وصلاة كل الكائنات ومفتاح أرزاق الخلق أجمعين. فالله عز وجل يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل ذرة في الكون تسبح، كل كائن حي أو جماد يهتف بحمد الله، حتى وإن غفل الإنسان المكلف عن هذا المقام فإن الوجود من حوله قائم على ذكر الله وتسبيحه. ولذلك قال نوح عليه السلام: فإنها صلاة كل شيء. أيها الأحبة، التسبيح سبب الرزق. الأدهى والأعجب أن الوصية كشفت سرا عظيما، أن الرزق مرتبط بالتسبيح، فسبحان الله وبحمده هي الباب الذي تتنزل به الأرزاق، وهي السبب الخفي الذي يسوق الله به أقوات خلقه صغيرهم وكبيرهم. قال: وبها يرزق الخلق. وهذا المعنى يجعل المؤمن يتوجه بقلبه إلى الله مطمئنا واثقا أن رزقه مكتوب، وأن خزائن الله لا تنفد، وأن ما عند الله لا يستنزف. كما في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أي قطرة إبرة، يعني قطرة إبرة في بحر عظيم، بل البحر كله لا يتأثر، فكيف يتصور أن رزقك قد يضيع والله الغني الذي لا يموت هو رازقك سبحانه. الغني الذي لا يموت، والله سبحانه وتعالى هو المثل الأعلى. إنك لو علت على غني من البشر فإنه يموت أو يفتقر، وإنك لو اتكأت على كريم من الخلق فقد يمنعه مانع أو يعجزه عجز. لكن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، الغني الحميد الذي يده ملأى، ينفق الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فإذا كان الرزق بيده والغنى غناه فما الذي يخيفك؟ ولماذا الرعب من المستقبل؟ أليس الأجدر بك أن تتوكل على الله حق التوكل، وأن تلزم لسانك وقلبك تسبيحا وحمدا، فتفتح بذلك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. الحلم والرزق رغم غفلة الناس. انظر إلى عجيب ارتباط الآيات. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا ختم بالحلم والمغفرة؟ لأن غالب الناس غافلون عن التسبيح، ألسنتهم معطلة، قلوبهم لاهية، ولو كان الأمر بعدل الاستحقاق لكانوا محرومين من الرزق، وبها يرزق الخلق. لكن الله سبحانه حليم لا يعجل بالعقوبة، يغدق على عباده رزقه رغم غفلتهم، ويعفو عنهم رغم تقصيرهم. أيها الأحبة، الرزق بين الكاف والنون. رزقك ليس في يد البشر، بل هو بين كاف ونون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا تطلب رزقك بمعصية، ولا تلجأ إلى حرام من ربا أو رشوة أو غش، فإن خزائن الله مفتوحة، وإنما عليك أن تسلك سبيل الطاعة واليقين والخلاصة. أيها الأحبة الكرام، في الختام وصية نوح عليه السلام وصية للأمة كلها: تمسكوا بالتوحيد فهو أثقل ما يوضع في الميزان، الزموا التسبيح والتحميد فهو صلاة الكون وسبب الرزق ومفتاح البركة، وإياكم والشرك والكبر فهما أصل كل هلاك. فمن لزم هذه الوصايا عاش في معية الله، ورزق من حيث لا يحتسب، ووجد الطمأنينة في قلبه، لأن الله هو الحي الذي لا يموت كافيه ورازقه.